السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل مع بعض الترايفل المانجا اللي مكسر الدنيا. هنبدأ ونقول بسم الله ونشوف مقادير الكيكة معانا الأول. اول حاجه انا محضره هنا البيضتين طبعا والبيكنج باودر والفانيليا وكوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، كوبايه مش مليانه من الزيت، ومعايا هنا كوبايه وربع من الدقيق، وشايله على جنب حبه دقيق لو احتجت حبه دقيق كمان. هنبدا كده ونقلب المقادير كلها مع بعض، عشان طبعا الوصفه شيء اساسي في وصفه الترايفل ان احنا نحط كيكه كده ان شاء الله. فهننزل اول حاجه بالسوائل بتاعتنا، اللبن والزيت والبيض طبعا، ونبدأ نقلب كل حاجة. طبعا زي ما اتفقنا قبل ما نعمل اي كيكة، انا كنت متفقة معاكم ان احنا نولع الفرن عشان يسخن، عشان اول ما تحطي الكيكة معاكي كده تستوي، ما تاخدش معاكي ولا وقت ولا مجهود، وتطلع كده ممتازة بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نقلب مع بعض الزيت واللبن والبيض، نفضل نديهم التقليبة لحد ما البيض بتاعك يختفي تماما. وطبعا هنحط السكر طبعا، وهنحط البيكنج باودر والفانيليا، كل ده هنضربه كده ضربة محترمة مع بعض على لحد ما يديكي القوام اللي احنا محتاجينه. احتاجت معاكي حبة دقيق ممكن تزودي حبة دقيق، لو ما احتاجتش واكتفت بالكوباية والربع، حسب بيبقى نوع دقيق بيلم معاكي بسرعة ونوع دقيق ما بيديش معاكي بسرعة، فبنخلي حبة دقيق كده على جنب لو احتاجناهم. طبعا هنا هنبدأ نضرب كله بالمضرب اليدوي، ما حبيتش ان انا ابهدل الخلاط. لو انت حابة تعمليها بالخلاط بسرعة برضو براحتك، بس هي مش هتحتاج منك ان انت تضربي في الخلاط او حاجة، مش هتاخد معاكي وقت. هتضربيهم كده بالمضرب اليدوي لحد ما تحسي ان هي ما فيهاش اي كلكعة، وبقت القوام بتاعها متماسك زي ما انتم شايفين. هتحضري الصينية بتاعتك، الصينية الصغيرة بتاعتك او الصينية المتوسطة. لو انت عايزاها تبقى عالية هتحضري صينية صغيرة عشان تبقى عالية، بس انا هنا حابة ان انا اعمل السمك بتاعها رفيع خالص، عشان احنا هنحطها طبعا في الكاسات وهنزين الطبق بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده انا اخدت الصينية اكبر شوية من الصغيرة، بحيث ان هي تطلع لك كيكة رفيعة ان شاء الله، والسمك بتاعها مش عالي. عايزة تعمليها كيكة سميكة وتقطعيها قطع براحتك، لكن انا هنا اختصرت على نفسي الوقت وعملتها ان هي رفيعة كده عشان ناخد طبقة طبقة ونحطها على طول. فهننزل هنا بعد ما اديناها رشة زيت ورشة من الدقيق عشان ما تلزقش معاكي في الصينية بإذن الله. طبعا هي الصينية مش بتلزق، بس انا بحب اعمل الخطوة دي احتياطي. لو انت الصينية بتاعتك ألومنيوم ممكن تعملي الخطوة دي، ده شيء أساسي في الصواني بتاعة الكيكة، ان انت تحطي رشة من الزيت ورشة من الدقيق عشان تطلع لك الكيكة بإذن الله القعر بتاعها مش متحروق ولا أي حاجة. زي ما انتم شايفين الكيكة بتاعتنا جهزت مفيش 5 دقايق وجهزناها. اهم حاجة تكوني محضرة المكونات جنبك، مش هتاخد منك وقت ولا اي حاجة ان شاء الله. هنحطها كده جوه الفرن اللي احنا مسخنينه، ونبدأ نحضر التزيين بتاعنا. اللي عندنا هنا 4 حبات من المانجا طبعا، لان احنا هنقطع مكعبات وهنحتاج الباقي نعمله عصير بإذن الله. طبعا انا هنا حبيت اوريلكم الكيكة بعد ما طلعت، والسمك بتاعها زي ما احنا محتاجينها رفيعة. قلنا لو انت عايزاها سميكة ممكن تعمليها في صينية اصغر من كده عشان تطلع لك السمك اللي انت محتاجاه وتقطعيها، بس احنا طبعا اتفقنا ان احنا هنختصر على نفسنا الوقت وهنعملها السمك بتاعها خفيف بإذن الله. قطعت هنا المانجا طبعا والقشر طبعا اللي طلع والحاجات اللي طلعت من المانجا، وهنحطها كده مع منجاية ونضربهم في الخلاط ونصفي القشر طبعا. هيطلع لك عصير زي ما انت شايفة كده سميك، وهنحليه ونسكره عشان يحلي الكيكة بتاعتنا. طبعا هنشيل العصير في التلاجة ونشيل مكعبات المانجا في التلاجة لحد ما نخلص باقي الوصفة بتاعتنا بإذن الله. طبعا هنشيل كده زي ما اتفقنا العصير وهنشيل المانجا بحيث ان هما يبقوا ساقعين معاكي في التلاجة. هنحضر الوصفة بتاعتنا اللي هنزين بيها بإذن الله. طبعا هي مش هنحتاج ولا كريم كراميل ولا كريمة لباني ولا اي حاجة من الحاجات الغالية دي. هنحط يا دوب كيس كريم شانتيه وعلبة من القشطة بتاعتنا اللي احنا بنحب نحطها كده في الحاجات. القشطة دي هتديلك القوام المتماسك اللي انت محتاجاه في الوصفة بإذن الله. طبعا الكيس كريم شانتيه بيبقى مكتوب عليه ان هو يخفق في كوباية لبن ساقعة
عايزة تعمليها في كوباية لبن براحتك، عايزة تعمليها في كوباية مَيّة ساقعة برضه براحتك، بس أنا هنا حبيت أقلل مش عايزين كوباية كاملة، عايزين كوباية إلا حبّة صغيّرة، بحيث إن الكريم شانتيه يدّيكِ قوام تقيل شوية، مش عايزين اللي هو يبقى سايح معاكِ لأ، عايزينه يبقى تقيل. هنفضل طبعًا نضربه بالمضرب الكهربائي، طبعًا لو هتضربيه بالمضرب السلك هياخد منِّك وقت طويل جدًا عقبال ما يدّيكِ القوام اللي أنتِ محتاجاه، فأريح لِك إن أنتِ تطلّعي المضرب كده وتضربيهم بالمضرب الكهربائي. بعد ما ضربناهم وخلطناهم كده وادّانا القوام اللي إحنا محتاجينه، طبعًا هنتقِّل القوام ده بإيه، بعلبة القشطة بتاعتنا. هنبدأ هنا ننزل بعلبة القشطة كلها كده عشان نضربها مع بعض مع الكريم شانتيه بتاعنا، حابة تحطي معلقة سكر في الكريم شانتيه براحتك، حابة تسيبيه بالسكر المظبوط بتاعه برضو براحتك. انا هنا محطتلوش اي سكر، اكتفيت بالسكر اللي احنا محطينه في العصير طبعا عشان ما تبقاش مسكرة قوي. طبعا السكر زي ما اتفقنا حسب الرغبة. هنا ضربنا خلاص وخلصنا كده وكل المكونات بتاعتنا اكتملت، عملنا العصير وعملنا قطع المانجا وعملنا الكريم شانتيه بتاعنا اللي هنزين بيه. وطبعا الكيكة بتاعتنا بردت خلاص وبقت تمام التمام. لازم اهم حاجة الكيكة تبقى باردة عشان ما تحطيش الكريم شانتيه عليها ويسيح وتبقي ما عملتيش اي حاجة. فطبعا انت هتعملي اول حاجة الكيكة وتسيبيها على جنب عقبال ما تخلصي باقي الوصفة، هتكون بردت بإذن الله. هنا زي ما انتم شايفين كده بدأت احط الكاسات عشان اعمل مقاسها، وطبعا مديني 6 كاسات غير اللي هيطلع من حوالين الكاس كده الحاجات الزيادة. طبعا مش هنستغنى عنها، هنفرفتها ونحطها في أطباق أو كوبايات إن شاء الله. زي ما انتم شايفين كده عملت الطبقة بتاعتنا والباقي فرفته في باقي الكاسات عشان نزينهم كده، وهنبدأ نشيل الكاسات عشان نزين التزيين بتاعنا زي ما احنا بنشتريها من بره. بيتباعلك العلبة ب50 ب30 حسب المحل، فانتي الطبق ده هتعمليه بنفس سعر علبتين، هتعملي 12 كاس او 12 كوباية. هتوفري طبعا والعيلة كلها هتاكل وهتتبسط وانتوا قاعدين كده يوم الجمعة، رطبي عليهم بحاجة حلوة بإذن الله. هنبدأ نحضر الكاس بتاعنا وننزل عليه كده بطبقة من العصير. لازم تحطي عصير كويس يعني عشان الكيكة بتاعتك تتشرب وتطرى معاكي وما تبقاش ناشفة معاكي. طبعا شيء أساسي العصير ده ان انت هتشربي الكيكة بحيث ان هي تطرى معاكي. وطبعا انا ما حبيتش احط كريم شانتيه في كيس الكريم شانتيه عشان ما هقدرش الكميه جوه الكيس طبعا، فحبيت احط كده بالمعلقه. هو متماسك والحمد لله ان احنا حطينا علبه القشطه دي عشان يبقى تقيل معاكي ومتماسك. هتبداي كده كل كاس هياخد معلقه ان شاء الله. هتزيني كده الطبق وتحط عليه حبة مكعبات من المانجا بتاعتنا، وهنزين كل الكاسات ان شاء الله. والكمية دي هتكفيلك وهيتبقى كمان مكعبات من المانجا بإذن الله. زي ما انتم شايفين ادي شكل الكوباية او شكل الكاس بتاعنا. حابة تعمليها في اطباق براحتك، حابة تعمليها في كاسات زي ما انا عملتها كده براحتك، بس بيبقى شكلها خطير في الكاسات. هنبدأ كده ندوق. طبعا الوصفة دي بنحطها في التلاجة عشان تتشرب العصير والكريم شانتيه بتاعك ما يسحش معاكي من الحر. هتحطيها في التلاجة وتطلعيها كده وهي ساقعة وترطب عليكي بإذن الله. أنا هنا هدوقها قبل ما نحطها في التلاجة، طبعا هتتماسك أكتر كل ما تسقع، كل ما تبقى متماسكة. زي ما انتم شايفين الكيكة بتاعتنا طرية وطلعت معانا كده بالمعلقة مع الكريم شانتيه مع المانجا، طعمها خطير وخصوصا لما تبقى ساقعة وتطلعيها من التلاجة. الصراحة تجربة ناجحة وتجربة سهلة ولذيذة وموفرة. طبعًا كيلو المانجا عارفين دلوقتي ب20 جنيه، يعني مش هتاخد منِّك أي تكلفة بإذن الله، وفي نفس الوقت هتدّي لِك كميات كبيرة. يالّا كده لو عجبتِك الtravel بتاع النهارده ووصفة النهارده ما تنسيناش كده باشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة، وبألف هنا وشفا ليكم ولينا ومع ألف سلامة.